بكم في يوم جديد، والحقيقة أن المانجو أحد أشهر وأفضل الأصناف على مستوى الجمهورية. في هذا الموسم تتجاوز المانجو أحزانها بسبب العديد من العوامل التي أثرت على إنتاجية المحاصيل بشكل كبير في الأعوام الماضية، وحولتها في بعض الأحيان إلى شجر للزينة فقط. الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى اقتلاعها والتحول إلى زراعات أخرى واستبدال الأصناف البلدية الشهيرة بأصناف أجنبية. تمثل المانجو نصف المساحة المزروعة بالفاكهة في محافظة إسماعيلية، حيث تمثل مساحة الفاكهة نحو 233 ألف فدان، في حين تبلغ المساحة المزروعة من المانجو نحو 118 ألف فدان. كما تمثل ربع مساحة المحافظة من الزمام المزروع من الخضر والفاكهة وكافة المحاصيل. للتفاصيل أكتر يشرفنا ويسعدنا يكون معنا دلوقتي في الاستوديو دكتور علاء جمعة، أستاذ الفاكهة المساعد كلية الزراعة جامعة قناة السويس. دكتور علاء، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. بالطبع هناك العديد من العوامل اللي بتؤثر على إنتاجية محصول المانجو، فلو اتكلمنا في البداية عن تأثير التغيرات المناخية على توقيت ونوعية حصاد المانجو في إسماعيلية. يمكن حضرتك لسه بتتكلم دلوقتي بتقول ان في بعض المزارعين تحولوا تماما. يعني اوشكوا انهم يقلعوا المزارع بتاعتهم، لان التغيرات المناخيه دي اثرت معاهم على عمليات الخدمه. وابتدت يعني احنا كنا متعودين زمان الصيف صيف، الشتاء شتاء، خريف خريف، الربيع ربيع. دلوقتي ممكن تبقى انت مثلا في الربيع في اصعب فتره اللي هي فتره التزهير بتاعه المانجا، تبص تلاقي فيه درجه حراره ارتفعت مره واحده او انخفضت مره واحده. فكل دوت دفع الجهات المختصة سواء الجامعات أو المراكز البحثية إنها تبتدي تعمل أبحاث إزاي نعدل المطبات دي. فإحنا قلنا إن الموضوع دوت بيبقى عبارة عن مطبات بنقدر نعديها لو إحنا عملنا دراسة للعوامل دي، عن طريق إحنا عندنا دلوقتي في مراكز بتهتم بدرجات الحرارة، تقدر تجيب لك على مدى شهر أو اتنين قدام هيحصل معاك دروب في درجة الحرارة، ترتفع أو تنزل، فأنت تبقى أنت عامل حسابك قبلها بعض العوامل اللي انت بتقوم بيها او العمليات اللي تقوم بيها، والعمليات دي هتقدر بيها ان انت تعدي المطب دوت وتكمل. لكن السنه دي كانت سنه خير يعني، الحمد لله ما فيش اي مطبات فيها الحمد لله. اللي حصل السنة اللي فاتت في شهر ابريل من زي ما حضرتك بتقول كده هبوب رياح وعواصف قوية عصفت بأكتر من نصف المحصول وأدت لارتفاع الأسعار السنة اللي فاتت. ده اللي احنا بدأنا ندرسه. بندرسه. حضرتك قلت بنقدر نعرف التوقيتات اللي ممكن يحصل فيها مطبات من النوع ده، لكن هل قدرنا نوجد حلول المزارعين يستخدموها عشان يعدوا بسلام من التوقيتات دي ولا لا؟ طبعا ما انا بعمل الدراسه واشوف النتيجه بتاعتها ايه. يعني احنا كمحصول مانجا او اي محصول من محاصيل الفاكهه، احنا عارفين المواعيد الاساسيه اللي بيحصل فيها الدروبات دي، ده الكلام دوت على المدار القديم. انما دلوقتي الجديد ان انت بنتفاجئ بتتوقع، شوية. بتتفاجئ، لكن هي المعاملات اللي انت بتقوم بيها اغلب المزارعين عارفينها يعني. لكن ما بيبقاش عامل حسابه ان هيحصل معاه الدروب دوت بعد مثلا 3 4 ايام، فيبتدي هو يجهز نفسه. فاحنا دورنا دلوقتي ان اه احنا بنبلغهم. بالظبط بالظبط. بنعرفهم بالتوقيت، يعني الحلول معروفة لكن هو مبقاش عارف التوقيت اللي هيحصل فيه كده. بالظبط كده. اه. فلما بنبلغهم بيقدروا ياخدوا احتياطاتهم. دلوقتي النت ما شاء الله يعني، هو لو دخل على جوجل وكتب مثلا التوقعات بتاعه درجات الحراره لشهر كذا او شهر كذا، يبتدي يلاقي درجات الحراره نازله ومعاها الرياح، سرعه الرياح ومعاها العواصف والكلام دوت، فبيبتدي هو يعمل حسابه يعني. طيب، هل في اصناف مقاومة للتغيرات المناخية يمكن زراعتها لزيادة الانتاج ولا لا؟ لا مفيش. لا، ما فيش اصناف مانجا مقاومه للتغيرات المناخيه. الاصناف هنقول لاغلب الفاكهه 99% منها الموجوده في مصر هي ادابتد على الظروف المناخيه بتاعت مصر. يعني هي اقلمت نفسها. متوافقة معاها. بالظبط كده. لما يجي بقى تغير في الظروف ديت، هي ما تعرفش تتعامل معاه، لانها خدت على الظروف المثلى تحت المناخ في بتاعنا. التوقيتات بالظبط. لا، المعينة. عشان كده بنقول ان مفيش صنف مقاوم للتغيرات المناخيه، لكن في صنف آه، يقدر يكون فيه العقد زايد، فلو حصل ويجد تغيرات مناخيه بالارتفاع بدرجات الحراره والانخفاض او رياح او غيره، يبقى كميه الثمار اللي هتفضل عليه تبقى مناسبه للشجره وتدي محصول كويس. وصنف تاني بيبقى الحمل بتاعه خفيف، هو طبعه كده، لو حصل اي لو حاجة حصل من هيروح دول منزل كل اللي عليه. هينزل كله في الارض، بالظبط. وبالتالي طبعا لو نزلت في غير ميعادها فخلاص هي لا تصلح بقى. بالظبط كده. طيب، ايه الاصناف الاكثر شيوعا من المانجو المزروعه في اسماعيليه وامتى بيتم حصادها تحديدا؟ هي اسماعيليه تعتبر الاب للمانجو على مستوى مصر كلها يعني. اسماعيليه بتشتهر طبعا بالسكري، ده اساسي. تشتهر بالعويس. دي الصنفين الاساسيين الموجود عندنا، وباقي الاصناف المحليه.
لكن المشكله علشان التغيرات المناخيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، اغلب الناس عملوا ايه؟ قرط الاشجار بتاعته وطعمها باصناف اجنبيه. الاصناف الاجنبيه الطعم بتاعها هنقول كله مشابه لبعضه. احنا عندنا ثروه اسمها الاصناف المحليه. اغلب الاصناف دي ابتدت تنقرض. فاحنا عندنا في الكليه فكرنا ان شاء الله ان احنا هنخصص مساحه نجمع فيها كل الاصناف المحليه اللي بدات على الانقراض، ونعملها زي امهات للي عايز ياخد الام او يشتغل عليها شغل بحث باذن الله. دي في الفتره اللي جايه ان شاء الله نعملها. مفهوم طبعا. فدلوقتي نتيجه الاصناف الاجنبيه ليه بيتم تبديلها؟ هي بتستحمل شويه درجات الحراره، لا بتستحمل تغيرات، امال ليه لا، بيتم هقول تبديلها؟ لحضرتك، احنا عندنا الاصناف المحليه علشان بتزرعها على مسافات واسعه. فالمعدل بتاعها في الفدان بيبقى قليل. يعني احنا مثلا لو زرعنا على 5 في 5 هيبقى موجود معاه في حدود 164 شجرة في الفدان. انما لما نيجي لصنف اجنبي بيبقى الضعف، لان هو بيتزرع على مسافات قليلة. يعني يتزرع مثلا ممكن يتزرع 2 في 2، 2 في 3، 2 في 4، فهيبقى عنده ضعف فهيبقى عنده ضعف المحصول. الحاجة التانية ان في بعض الاصناف منها زي الكريمسون مثلا تبقى مطلوبة للتصدير، فبيبقى السعر بتاعها اوريدي عالي، واللي بيفضل منه بينزله للسوق المحلي. حتة بقى ان الاصناف تكون متقزمة يعني تقدر تلمها. هو كل اشجار المانجا سواء المحلية او الاجنبية هي بتوصل لاحجام كبيرة، لكن الاصناف الاجنبية مجازا قالوا عليها اصناف متقزمة. ليه؟ حجم الشجرة بيبقى مش كبير. هو بيبقى كبير بس انا بقدر اتحكم فيه بالتقليم. ما كانش حد جرب الكلام دوت على الاصناف المحليه، لكن ربنا هدانا الحمد لله. بقى لنا دلوقتي 3 سنين شغالين على الموضوع دوت. وعرفنا ان احنا نقدر نستخدم الطرق بتاعه التقليم في الاصناف الاجنبيه في الاصناف المحليه. ما بقاش فيه مشكله في الموضوع دوت الحمد لله يعني. طيب لما عملتوا الحاضنات، لو مجازا ممكن نسميها كده في الجامعه، هل بدأ او ان احنا نجمع الاصناف المحليه وتبقى امهات؟ احنا جمعنا الاجنبي. جمعتوا الاجنبي الحمد لله جمعنا حوالي 14 صنف عندنا دلوقتي اتزرعوا في مزرعه الكليه، والمحلي لسه بيتاخد بيه قرار ان احنا نعمل كده ان شاء الله. تجمعوا نفس باذن الله. نجمع بقى كل الاصناف المحليه اللي بدات على الانقراض واللي هي تعتبر ثروه قوميه. دي مش موجوده هتلاقي في اسماعيليه في صنفين 3، هتلاقي في الشرقيه في صنف، في الغربيه صنف تاني. ان شاء الله نبتدي نجمع الاصناف دي كلها باذن الله. طيب توقيتات الحصاد كان باقي سؤالي الجزء بتاع الخاص بتوقيتات الحصاد الانواع المختلفه دي بقى مهمه خالص عشان المستهلك. يعني دلوقتي كل الاسئله اللي بتجيلنا على السوشيال ميديا، اكل مانجا دلوقتي ولا استنى كمان اسبوعين 3؟ طب الميعاد الامثل لايه؟ والمانجا اللي ظهرت في شهر 6 بالظبط. انا بقى كمستهلك، يعني مثلا كمستهلك انا بحب مثلا اللويس، في حد تاني بيحب الفونس، في حد تاني بيحب السكري. هو المطلوب منه حاجه واحده بس، يقرا عن الصنف دوت بينزل السوق امتى، عشان يبقى عارف لما ينزل السوق مش هياخد ثمره مقطوعه قبل اكتمال النمو بتاعها ومرشوشه بالمركبات اللي هي زي الاسرل او اليسيفون علشان يخليها لونها اصفر يعني تستوي من الثمره اللي لسه نازله من على الشجر. فلو رتبنا بقى الاصناف كده هنلاقي ان اول صنف بينزل معانا هو السكري الابيض. السكري الابيض كنا بنجمعه في الاسبوع الاخير من شهر 7، لكن مع التغيرات المناخيه السنه دي وارتفاع درجات الحراره في الشتاء بصينا لقينا ان هو شغال دلوقتي. من الاسبوع اللي احنا فيه دلوقتي بينزل سكري ابيض سقط. اللي قبل كده اللي كان من اسبوعين ده ما كانش سقط، ده كان عباره عن ثمره لسه ما نضجتش على الثمره، وهو بيجمعها ويعمل لها عمليه كمر وينزلها السوق، والمستهلك ما يعرفش يفرق بين دي ودي. هنقول له ان شاء الله يفرق ازاي يعني. تمام. فيبتدي يشتريها على انها مانجا طبيعيه نضجه على الشجره بتاعتها، ياخدها البيت يجي يدوق طعمها يلاقي نسبه السكر فيها قليله، الريحه بتاعتها مش كامله، مش فواحه، الطعم بتاعها مش هو. فده نوع من الغش. فدلوقتي اللي بيحصل هو السكري الابيض ده الاسبوع اللي احنا فيه اول اسبوع ان شاء الله باذن الله هيبتدي بعده على طول يخش مثلا السكري الممتاز. ده هيبقى في الاسبوع الاخير في شهر 7. نيجي من اول 8 بقيه الاصناف تبتدي تنزل تباعا كده. العويس افضل وقت تشتري فيه نص 8. ده يبقى انت كده ضامن ان الثمره اللي انت هتاخدها هتبقى سقط من على الشجر. لان عمليات الكمر هتبقى تكلفه عليه هو،
مم. على المنتج ان هو يعمل لها عمليات كمر او رشها او غيره. وهي عمليات الكمر دي بتنقص من الوزن بتاع الثمار، يعني الطن ممكن ينقص ربعه. ربعه. بتطلع وممكن بعض الثمار بيحصل فيها كرمشه علشان الميه اللي بتطلع منها نتيجه البخر والكلام دوت. وبالتالي مش هيعمل كده مع المحصول العادي اللي ما نازل هو من في الشجر. نص 8 ده هينزل من على الشجر غصب عنه. هي فهو لازم الثمره يبيعه الثمره طبيعي. بتستوي في ميعادها، فاحنا بنقول للناس اشتري في الميعاد الصح. كويس. ما يعني ايه، ما تستعجلش وتقول لا ده انا لازم اجيب لاولادي في اول الموسم تبقى الحاجه كويسه. لا، الاول الموسم ده في كل حاجه، مش قبل التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي. في كل حاجه سواء في الفاكهه او الخضار او غيره. اول الموسم بيبقى الثمار بتاعته مش مظبوطه عموما ما تشتريش في عموما. بداية في بدايه الحصاد الموسم بتاعته. بالظبط كده. يبقى هناخد بقى السكري هيبتدي شغال دلوقتي السقط، ويبقى سقط 100% كمان اسبوع ان شاء الله. كمان اسبوع. وبعدين السكري الممتاز، وبعدين السكري الاخضر ده كله موجود عندنا هنا في اسماعيليه. وبعدين العويس هيبقى هناخده في نص 8. وبعدين الزبده الاسماعيلاوي تنزل معانا في اخر اسبوع في شهر 8 اخر 9. اسبوع 8 الزبده. اول 9 الزبده. اول 9. في بقى الفجر كلان هيبقى معاها او بعدها. وهكذا بقى الباقي الاصناف المحليه. فما نستعجلش. دي مهمه، ما نستعجلش. طب ازاي بقى اعرف؟ المهم بقى ان احنا يا دكتور نعرف ازاي، عشان أيوة الناس بالزبط. بتشوف الشكل على الطريق حتى السريع والمزارع مطلعه بيبقى ايه بالزبط. خلاص انا لازم اجرب دلوقتي. ومرصوصه رصه جميله وكل شكلها حلو من على فوق الوش طبعا. اولا سعر السقط في المبيع اللي هو اللي بيسموه سوق الجمله غير سعر الكمر. وهنقول الكمر بيتعمل ازاي. الكمر ده اللي هو قبل ميعاده ومعالج حاجه كده. بينزلوه يكمروه يترش بالاسر او الاسيفون وهنتكلم فيه. طبعا السقط بيبقى افضل. مين يعرف الكلام ده؟ تاجر الجمله. تاجر الجمله عارف طبعا. انما المستهلك ما يعرفش. تاجر التجزئه هياخد من تاجر الجمله وهيوديه ينزل السقط في الكمر كله في بعضه، يدخلهم في بعض ويشتري. حضرتك يعني تشتري وتاخد المانجا تروح البيت تلاقيها بدل ما هي هتقعد معاك اسبوع في البيت تقعد يوم او 2 بعد كده تضرب تبوظ، او الطعم بتاعها ما يبقاش كويس، او فيها كرمشه يظهر عليها كرمشه. طب افرق بين الاتنين ازاي وانا رايح اشتري؟ الكمر دايما لو بصيت للعنق بتاع الثمره، كنت والله عاوز اجيب ثمرتين معايا واحده كمر. العنق اللي هو فوق ده بيبقى لسه اخضر، دي اللي هي ايه السقط، لسه نازله سقط من على ابوها من على الشجره، فيبقى لونه اخضر ويبقى مسيل الماده اللبنيه ما نشفتش عليه. ده نعرف ان هو ايه، ده سقط. ده بجانب الريحه المميزه للصنف، تبقى الريحه فواحه بتاعته. يعني تشم الثمره تقدر تعرف تشم ريحتها مميزه بالظبط كده. لو فتحت قلب الثمره من جوه هتلاقي اللحم متماسك لان هو ما تعرضش للمعاملات الكيماويه عاليه جدا. هو ده السقط. في الغالب بقى هو تاجر التجزئه بياخده بسعر وياخد ده بسعر ويوديهم عنده يدخلهم في بعض. طيب بالنسبه بقى للكمر ومشاكله بقى، في عندنا نوعين من الكمر. في الكمر اللي هو باستخدام بالات القش والحراره، وفي كمر تاني بالمواد الكيماويه، ودي طبعا المصيبه. الكمر بالمواد الكيماويه دي في مادتين عندنا اللي هو الاسرل او الاسيفون. الماده دي لما بتتكسر بتديني الايثيلين، غاز الايثيلين. غاز الايثيلين ده احنا بنسميه هرمون الانضاج الصناعي طبيعي داخل الثمره. يعني الثمره عشان تستوي بتنتج الغاز ده جواها عشان يتحول النشا لسكر ويبقى طعمها كويس، باقي التغيرات الكيماويه. فبيجي المدى المسموح بيه هنقول 2.5 ل 3 جزء BPM، جزء في المليون، يعني 2.5 سم للتر. لكن ليه طريقه في حله، او ليه طريقه في ان انت تاخد ال 2.5 سم دول ما تحطوش على الميه وخلاص على كده وترش بيهم زي ما 99% من المزارعين بيعملوا كده. لا، ده هو لازم البي اتش بتاع الميه دي يكون منخفض. لما بينخفض البي اتش بيكسر المركب، يديني الايثيلين اللي هو هيسوي الثمره. تمام كده. الايثيلين اللي هيسوي الثمره ده مفيش منه مشاكل. طب المشاكل من ايه؟ المشاكل لو المركب ما اتكسرش. احنا بنخفض البي اتش دوت، بنستخدم سنتي او 2 من حامض الفوسفوريك على الميه اللي هيتحل بيها اللي هو المركب دوت، اللي هو الاثريل او الاسيفون. اللي ما يعرفش،
يجي يحط الاتنين ونص سنتي على الميه على كل ما لتر يجيبوش ميه نتيجه ما معاه، يجيبوش نتيجه. يروح رافعهم ل4 ل5 ل10 15 وهي ويرش. مشكله مش هنا، مشكله ان هو عاوز المشكله يقلل ان انت هيجي لك اه. المركب ده من غير ما يتكسر، ده كارسينوجينيك. يعني دوت يسبب السرطان، يسبب الفشل الكلوي، يسبب الكبد والعياذ بالله. طبعا اللي بيعمل حاجه زي كده ما بيبقاش عنده ضمير. طيب في طريقه تانية افضل. دي طبعا الطريقه ديت الرش ده المفروض ان انت ما تاكلش الثمره دي غير بعد اقل حاجه مثلا 7 او 10 ايام. بس هو لو عملها بطريقه مظبوطه يا دكتور حتى لو طريقه وكلتها بعد مظبوطه 10 ايام، هو اصلا ليه بيعملها؟ عشان ما يخسرش المحصول لا، اللي وقع؟ علشان يسويها. ما هو مش هينزل السوق ثمار نيه يعني هو ده برضه خضره بسبب بمعنى ان صح. هي وقعت بدري؟ هي ما وقعتش، ده هو خدها من على الثمره عشان يلحق السوق بدري. عشان يلحق السوق بدري. يلحق السوق بدري فيسويها اه، لكن هو يسويها ممكن يسيبها عادي وتاخد وقتها وناكل بشكل طبيعي. بالظبط. اه. ممكن يسيبها بقى اللي هي الموضوع الكمر باستخدام اللي هي بلات القش دي، بيفرش كده زي اللي هو الورق بتاع الاسمنت دوت بيتفرش على الارض، وبعدين بتتحط قش، وبعدين طبقه من الثمار، وممكن يتحط طبقه تانية، وبعدين يتساب في الشمس لمده ساعه حسب درجه الحراره عشان اسخن الايه الثمره. الثمره شويه. كل ما الثمره درجه حرارتها بتزيد كل ما عمليات الفسيولوجيه جواها بتبقى اسرع، التنفس بيبقى اسرع، التحول النشا لسكر اسرع. فالثمره بدل ما لو انت سبتها في الجو الطبيعي هتقعد عشان توصل للنضج تاخد 5 ايام او 7 ايام، لا تاخد معاك من يومين ل3 ايام. وفي الحاله دي احنا بنسيب العنق بتاع الثمره. طب ليه العنق بتاع الثمره؟ لان الماده اللبنيه دي فيها الانزيمات المسؤوله عن عمليات التحول الموجوده جوه الثمره. تمام. وبعدين بحط طبقه قش تاني فوقهم، وبعدين طبقه من ورق الاسمنت دوت، وبسيبها كل يوم بعد يوم على طول بكشف واشوف درجه النضج بتاعتها. بس هي بتتساب ساعه ولا بتتساب طول اليوم؟ لا، احنا قلنا حسب درجه الحراره، ممكن تساب نص ساعه، ممكن تساب ساعه. وبعد كده بلمهم تاني وارجع اعمل نفس الحكايه تاني يوم؟ بغطي. 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 ما عرضوش للشمس؟ بغطي. لا، بيبقى موجود في الشمس عشان درجه الحراره، بس بغطيه. لما باجي بقى يعني المه علشان اعبي، بشيل العنق بتاع الايه بتاع الثمره، بيبقى بالظبط عامل زي الطبيعي وما فيهوش اي اضرار، لان انا احتفظت بالماده اللبنيه دي ما تضيعش كده، لا ده هي بتستهلكها الثمره في عمليات الفسيولوجيه اللي جواها. بيشيل العنق بتاعها، ما بيجمعهاش لما الثمره تنضج نضج كامل. يعني تبقى وصلت مثلا ايه ربع او تلت النضج، يبدا يجمعها وتتحرك وتاخد خلاص بقى يبتدي بقى تخش على التسويق. لما توصل للمستهلك يكون عدى يوم او 2 تكون نضجت، تروح له هي مظبوطه تمام يعني. فالخلاصه ان احنا بننصح الناس ان انت ما تستعجلش وادرس الصنف اللي انت بتحبه. طب يا دكتور، احنا قلنا ازاي يعرف السليمه من اللي معمول لها كمر؟ طب اللي معمول لها كمر هل في حاجات معينه بتبان عليها في السوق؟ في السوق هتبص تلاقي ممكن يبقى عليها بعض الحروق، حروق من بره، علشان الماده اللي هو رشش بيها رشش بتركيز عالي. ممكن تلاقيها مكرمشه، فيها نسبه كرمشه على الجلد الثمره، على جلد الثمره. ممكن تلاقيها طريه، لان ده بيسرع من العمليات الفسيولوجيه جامد. يعني ممكن هو رش ووداها وهي ناشفه عند تاجر الجمله، لحد ما توصل للمستهلك هتبتدي تطرى. الريحه بتاعتها بسيط ضعيفه، مش هي دي الريحه اللي انا بشمها مثلا لصنف السكري او لصنف الزبده. اللحم بتاعها من جوه ما بيبقاش متماسك، بيبقى يعتبر هنقول ايه شبه متماسك. يعني خلاص المراحل بتاعتها بتشتغل بسرعه، اسرع يعني من اسرع. اهم دليل بقى العنق اللي انا اتكلمت عليه في الاول، مش هيبقى زي التاني، هيبقى لونه اسود ناشف. اسود ناشف. انما احنا قلنا العنق في السقط بيبقى لونه في الماده اللبنيه لسه واخضر. طيب التقنيات المستخدمه في اسماعيليه لضمان حصاد المانجو باعلى جوده ممكنه، ايه اللي ممكن يكون بيتعمل؟ هو انا مش هكدب عليك، انا ما شفناش تقنيات يعني. لكن هو المزارع ما هو اهم حاجه عنده الخطاف بتاعه والسله بتاعته، وهو فاهم ازاي هيبص للثمره ديت، هيعرف انها خلاص دخلت على النضج، فبالتالي احنا بنسميه خطافها. يخطفها يعني هو ماسك الخطاف وايده التانية دي بيشقط الثمره ما يخليهاش تنزل على الارض. ده بيبقى مدرب على الكلام دوت، مش اي حد يعمل الموضوع ده. لكن كتقنيات مفيش حاجه. لسه حبه يعني. طيب لو رحنا للجامعه ودور البحث العلمي في استحداث بقى وتقديم استراتيجيات فعاله لحمايه محصول المانجو من الامراض ومن الافات تحديدا، ايه اللي ممكن يبقى موجود في الجزئيه دي؟
العفن الهبابي اللي بهدل الدنيا. مم. يعني حضرتك كنت تشوف احنا جالنا وقت كانت اشجار المانجا الناس فعلا كانت بتقلعها عشان موضوع العفن الهبابي. مم. ده عباره عن فطر ده بيجي كان على من الورق اللي سنتين كان تقريبا. لونه اسود، اه. يخلي الشجره كلها لونها اسود. اه. يعني الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا مركب وتسجل في في وزاره الزراعه. المركب دوت لو الشجره كلها سودة، مهم. مجرد، هو اسمه كلينر، مجرد ما انت بترش الشجره بترجع خضرة في نفس الوقت وانت واقف، وتموت كل الحشرات او الفطريات الموجوده عليها، وتغذي الشجر. طب يعني ايه مركب يشتغل جزء فطري وجزء حشري مم. وكمان مغذي؟ ويحافظ عليها وليه؟ ويغذيها. يعني ايه الفكر اللي فيه؟ الفكر ان الاصابه هو كان معمول للعفن الهبابي مخصوص. مم. الاصابه بتاعه العفن الهبابي دي بين شقين، شق جزء حشري وجزء فطري. والورقه نفسها ده المصنع بتاع التغذيه بتاع الشجر. مهم. تاخد العناصر والشمس تبتدي زي عامله زي الخلايا الشمسيه كده، الطاقه الشمسيه، مهم. نفس الفكره. طب لما المصنع دوت يكون عليه طبقه سوداء، احنا عندنا ضوء الشمس ده مهم جدا عشان تتم العمليات دي اللي هي مهم. عمليه البناء الضوئي. الطبقه السوداء دي تمنع وصول الضوء بشكل مش مباشر. هيبقى في عندي بناء ضوئي، مش يبقى هيبقى في فيه. عناصر بتمتص ما بتتحركش من مكانها جوه الشجر. مهم. العنصرين المهمين اللي حركوها البوتاسيوم والبورون. عشان كده نلاقي المركب دوت مثلا فيه 12% بوتاسيوم مهم. و1% بورون. يبقى ده هيغسل، هينزل العفن كله، هيموت الحشرة. واديته كمان العنصرين اللي احنا بنسميهم وزيري النقل جوه الشجر، مم. تبتدي تحرك الشجرة تاني وتشغلها. فهو المركب ده اتعمل واتسجل. الحمد لله. وبدأ الناس بتستخدمه في اسماعيلية ولا بقى لهم لسه؟ 4 أو 5 سنين. 4 أو 5 مصر سنين. كلها يعني. مصر كلها بتستخدمه. الحمد ده خارج من الكلية من عندنا من مش من الزراعة. الكلية يعني، دكتور هو اللي عمله اسمه علاء جمعة. حضرتك اللي عملت. وتسجل والناس كلها الحمد بتستخدمه. لله. الحمد كويس. لله. الحمد عملنا لله. تركيبة تانية اسمها تركيبة التحجيم. دي نزلت الطريقة بتاعتها للناس. مهم. مفيش حد بينزل طريقة. خدت شغل مني 5 سنين. مهم. كنا في فترة الثورة، مفيش أي مغذيات بتعدي للبر التاني. مهم. فقعدت عليها، قعدت اشتغل عليه حوالي 3 سنين. نزلته وكملت الأبحاث بتاعته 2 بعده. مهم. نزلت الطريقة ازاي تعمله في الأرض بتاعتك. ده بيوفر على الفلاح 70 أو 80% من المصاريف اللي بيصرفها على 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 تغذية اه الأشجار. فيبقى العائد بتاعه أعلى من أعلى واحد تاني بكتير. بيستخدم كيماويات بشكل تاني. ووزعت الطريقة دي طبعا والفلاحين طبعا. يستخدموها. ده مش على قد والمزارعين مصر يستخدموها. شغالين بيها. ده في المغرب وفي الجزائر، في السعودية، في الإمارات، كل دول بيتصلوا بينا والحاجات اللي كويس. ناقصة عندهم بنقول لهم يجيبوها من فين يعني. طب يا دكتور، لسه كنت هسأل بقى الجزء التاني، ازاي بيكون في تعاون بين المزارعين وبين الباحثين او بين المزارعين والجامعة او هي بين عندنا الدكاترة؟ الكلية كل سنة بتعمل مؤتمرات للمزارعين في كل المحاصيل. يعني مش على قد المانجا، ممكن في الفراولة، في الخضار بيشتغلوا أي محاصيل. كل واحد متخصص في جزء معين. مثلا زي قسم البساتين في فاكهة وخضار وزينة، بيتعمل مؤتمرات كبيرة وبيتعمل دعوة للمجتمع الخارجي ان هو يبتدي بقى المهندسين والمزارعين واذا كانت مديريات الزراعه وكذا وكذا، بندعوهم عندنا انهم يجوا يشوفوا الجديد اللي الكليه عملته. دي حاجه. عندنا الجزء مخصص للمجتمع الخارجي اللي هو وكيل الكليه لخدمه البيئه والمجتمع الخارجي. ده نقطه الوصل بين الاثنين. مهم. غير ان الكليه عامله جزء كده للاستشارات الزراعيه داخل الكليه. اللي عنده اي مشكله بيجي بيلاقي اساتذه متخصصه، كل واحد في التخصص بتاعه يقدر يتكلم معاه. في جزء للتعامل مع الجمهور طبعا. بشكل مباشر طبعا. للاستشارات غير الميديا الزراعية. طبعا، غير السوشيال غير ميديا طبعا. ده عليها شغل كتير يعني. في لكن مواقع كتير يقدر للكلية. يتوجه للكلية نفسها ويسأل بالظبط. أسئلته ويلاقي يسأل حل. وعنده المعامل بتاعة التحليل وعنده الاساتذه المتخصصين. محدش بيبخل بمعلومه عن المزارع. كويس جدا. طيب، هل في تحديات أخرى ممكن تواجه المزارعين في إسماعيلية غير اللي اتكلمنا فيها؟ هو الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان التقنيات اللي احنا بنستخدمها علشان تجابه التغيرات المناخيه مش الكل يعرفها. يعني مثلا في مفاهيم معينه مهم. عند المزارع ما غيرهاش، هو واخدها عن ابوه وابوه واخدها عن جده، فهو عارف ان هو استاذ في النقطه دي مش هيغير. لكنه ابتدى يغير غصب عنه. المستلزمات الانتاج كلها عليت وهو بيلاقي جاره بيشتغل بطرق تانية،
فلاقيه ان هو بيجيب ربح افضل منه، فيبتدي يعمل زي مضطر جاره يعمل بالظبط. زيه، صحيح. بالظبط كده. فاحنا عندنا موضوع التقليم في المانجا ده موضوع كبير جدا. وده اللي احنا بنحاول بقالنا دلوقتي اكتر من 7 او 8 سنين نوصل للمزارع الفكر الجديد ده. مواعيد التقليم دي تعملها امتى؟ وابتكرنا حاجه جديده اسمها تقليم ازهار. ازاي ادفع الشجره دي انها تظهر في الميعاد اللي انا عايزه، عشان ما تظهرش بدري يحصل معايا تغير مناخي، تنخفض درجه الحراره تروح حرقالي الازهار كلها. فالحمد لله الاول كان الناس كانت مستصعبه المفاهيم دي لان هو عنده فكر في دماغه. دلوقتي لا، في السوشيال ميديا الموضوع عامله تطور شويه. عامله شغل كويس جدا. يعني احنا عاملين، يعني انا واحد من الناس عندي حوالي 7 جروبات كلها مختصه بشغل المانجا بس. المانجا بس. بننزل كل اسبوع احنا هنعمل ايه في الارض الطينيه، في الارض الرمليه، حسب الاماكن اللي احنا مقسمين الجمهوريه دي لكذا احنا بنتكلم على مستوى الجمهوريه، على مستوى حسب الجمهوريه درجه مش على الحراره مستوى واماكن، مش بس اسماعيليه. مش بس اسماعيليه لا. والمزارعين عند حضرتك بيشوفوا، بيتابعوا، طبعا يقدروا بيتابعوا وبيمشوا ويسالوا، على التعليمات، بيمشوا على ويسألوا. التعليمات بالظبط كده. ما بناخدش منهم حاجه، يعني ده الاجر عند ربنا سبحانه كويس. وتعالى. عشان يقدر يعرف يعني بالظبط. يحل المشاكل بتاعته ازاي. بالظبط. كويس جدا يا دكتور. هل في مصر زراعات عضويه للمانجا ولا لا؟ في بالتركيبه اللي انا كنت لسه بكلم حضرتك عليها دي. في بالتركيبه التركيبه ديت لما بتشتغل بيها ما بيبقاش في اي اثار متبقيه، اللي هو بيسموها ريزيدوال افكت للمغذيات. ففي الحاله دي تبقى زراعات عضويه. طبعا احنا عندنا هنا في مصر هتلاقي موضوع الزراعات العضويه دوت ما يعرفوش ناس كتير. فتلاقي في الهايبرات الكبيره يبقى في جزء عضوي وجزء بيستخدموا فيه، طبعا ده سعره بيبقى اعلى بكتير. لكن في ناس بتشتغل عضوي وبتروح تسوقه على انه عادي، لان المستهلك ما عندهوش الخبره دي. ده يفرق امتى؟ يفرق معايا لما اجي اصدر تصدير. ودي بقى المشكله اللي بتقابل مصر كلها بصراحه. يعني في الوزاره المفروض انها تحط مواعيد للاصناف بتاعه المانجا في التصدير، ما تسيبش الموضوع مفتوح. لان احنا كنا بنتفرج على الاسواق بتاعه السعوديه وبتاعه الامارات وغيرها من الدول العربيه. في بعض المصدرين بياخدوا الثمار وهي لسه ما نضجتش في بدايه الموسم ويروح يسوقها مثلا السعوديه. المانجا بتاعتك ما بتبقاش لوحدها في السوق هناك، بيبقى معاها جاي من الهند، جاي من جنوب افريقيا، جاي من كذا وكذا وكذا. فالثمره لما تروح هي غير ناضجه بيبقى شكلها مكرمش وطعمها وحش، فبيبقى منظرها وحش. في حين ان انت لو وديت له ثمره ناضجه انت بترفع من اسم بلدك يعني. فالمفروض ان احنا بنعمل حاجه بنسميها ايه، مواعيد لنضج النضج الطبيعي للاصناف. ونحدد على هذا الاساس عمليه التصدير، مش اي حد يصدر مش في اي وقت. بالظبط كده. يعني زي ما حددنا كده، انت لو هتشتري من السوق تشتري النوع ده امتى والنوع ده امتى، وبالتالي مش قبل التاريخ ده كمان للتصدير، عشان تحافظ على اسمك، عشان تحافظ اسمك وعلى منتجك. صح. لو نزلت الدول دي كده وشفت المانجا المصري هتزعل. يعني حاجه تزعل، يعني مع ان هي طالعه بدري وما استوتش وبقى طعمها وحش وشكلها وحش جدا يعني. وبالتالي السمعه العامه طبعا بتبقى وحشه. السنه دي الدنيا الحمد كويسه لله. جدا الحمد لله. الحمد لله يعني بفضل ربنا وبفضل توجيهاتكم للمزارعين. الحمد لله رب العالمين. الموضوع الناس بس ما تستعجلش، وهي هتنزل كل حاجه في وقتها. هو افضل له ان هو ينزلها سقط. هو افضل له كمزارع ان هو ينزلها سقط، بس هو بيستعجل عشان يلحق بدايه السوق. فاحنا بنقول ايه بقى، نريح احنا في بدايه السوق دي، نستنى اسبوعين بعدها وناكل بقى مانجا زي ما احنا عايزين، اللي هي نبقى عارفين ان هي نازله سقط وان هي مش معمول عليها اي حاجه، وبالتالي ما فيش اي نوع من انواع الاذيه. بالظبط. نصيحه يا دكتور اخيره تقولها للناس بشكل عام؟ الناس المزارعين ولا الناس الناس الجمهور؟ الناس المزارعين هم متواصلوا معاك طول الوقت، انا يهمني الجمهور العادي. الجمهور يعني ما تستعجلش في ان انت تاكل حتى عيالك ثمره بدري. اصبر لحد ما تبقى موجوده في السوق مره طرطه، يعني كتيره، يعني بمعنى اصح في المواعيد اللي قلناها في المواعيد اللي احنا قلناها دي تقدر تاكل عيالك ثمره وانت مطمن ان الثمره ديت هتفيده مش هتضر. بس دي اهم نصيحه. صحيح طبعا. صحيح. شكرا جزيلا دكتور علاء جمعه، اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، استاذ الفاكهه المساعد لكليه الزراعه جامعه قناه السويس. كنت معنا النهارده واتكلمنا كتير عن المانجا وعن التفاصيل، ومجهود مشكور حضرتك بتعمله طول الوقت. تسلم يا رب. شكرا حضرتك. هنطلع لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا.